من المشاريع اللي مؤخرًا اشتغلت عليها كان مع شركة في السعودية شغالة في المَيّة وتوزيع المَيّة وأنابيب المَيّة وهكذا، فكان الproject ده بصراحة كان ممتع جدًا، لإنه كان من الdata بتاعته كانت أول مرّة أشوف data structured كانت مختلفة شوية. كان عندنا table الtable ده استخدمته بعد كده إن هو اللي يكون الfiltration بالنسبة لكل الdata اللي جاية بعد كده، أو لكل الtables التانية، لإن هو الmaster date أو هم كانوا عاملين زي reference كده واستخدمته. الdata modeling اللي أنا استخدمته في الproject ده كان الhierarchy model، إن يبقى في hierarchy واحد أساسي وبعد كده بيتفرع لحاجات تانية وهكذا. فالschema اللي أنا استخدمتها في الproject ده كانت الhierarchy schema. فكان بصراحة كانت أول مرّة أستخدم الhierarchy schema في الdata modeling كانت في الproject ده. كانت ممتعة جدًا بالنسبة لي، زائد بقى إن كان الproject نفسه فيه كَم كبير جدًا من الinsights المهمة، زي فكرة استهلاكات المَيّة في توزيعات مختلفة على عبر المملكة العربية السعودية، الخزانات، كمية الخزانات، توزيع الخزانات، الصرف الصحي ومعالجة المَيّة بتتم بشكل عامل إزاي، استهلاك المَيّة في الصيف والشتا. فكل الكلام ده كانت من الinsights اللطيفة جدًا بصراحة، وتوزيعة المَيّة على مناطق كتيرة جدًا جوّه السعودية، وعملنا map كان فيها توزيعة الخريطة، تُقف عليها يطلّع لك تفاصيل أكتر لكل منطقة، تُقف على الرياض يدّيك تفاصيل الرياض، تُقف على المكة يدّيك تفاصيل مكة، وبعض الخزانات تُقف عليها يدّيك كمية الخزان واستهلاكه قد إيه، والمعالجة والمَيّة والتكنولوجي المستخدمة فيه، وكل حاجات اللي تخُص الحاجة دي، زائد insights تانية كتيرة جدًا مهمة. بصراحة project شركة المَيّة دي كانت بصراحة مُمتع جدًا بالنسبة لي، اشتغلنا عليه فترة ما كانتش صغيّرة برضه. فأتمنى إن الموضوع يكون عجبكم، ولو عجبك ما تنساش تعمل like، ولو أنت عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه لي في التعليقات، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعّل زر الجرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.